يا جماعة، عارفين إن محل ملابس طبع على تيشيرتات كلام غزوات وجزية وسيوف؟ أيوة، سمعتوا صح. العلامة اسمها جوبا ستور. نزلت إعلانات لتيشيرتات عليها أسماء من التاريخ الإسلامي وعبارات عن الغزوات ورسوم سيوف. جملة منها عمرو بن العاص عظيم مصر، وجملة تانية إما أن تسلموا وإما الجزية. وفي تيشيرت لخالد بن الوليد بالسيف. 5 محامين قدموا بلاغات. الأمن قبض على صاحب المحل من بيته في القناطر الخيرية. الصفحة قالت: التصميمات فنية وتاريخية وثقافية، الكلام ده مش موضة. الجزية ضريبة تاريخية على غير المسلمين تحت الحكم الإسلامي. لما تتحقق على الصدر، الرسالة واضحة للأقباط: أنت مش مواطن زي الباقي. شاب مسيحي مش هيقدر يلبس التيشيرت ده في الشارع. عشان كده الموضوع مش تجارة بس، الملابس بقت أداة فرز، مين ينتمي ومين يدفع ومين يخضع. ليه الغزوات والسيوف على التيشيرت؟ عشان التاريخ بيتحط سلاح في وش الحاضر. الأول ملصقات على العربيات، بعدين شعارات على الحيطان، النهاردة على اللبس، بكرة شكل تاني. المشكلة مش الرسم، المشكلة لما التيشيرت يبقى راية حرب باسم الدين. لو عايز تعمل حاجة حقيقية وتبدأ حركة، فولو الصفحة دلوقتي وسيب كومنت تحت عشان الخوارزمية توصل لناس أكتر. شارك البوست مع أصحابك وفعل الجرس. لو عايز تدعمني، اشتري لي قهوة من اللينك اللي في البايو. والأهم حبيبي، اعمل حاجة حقيقية. اكتب بوست، اعمل فيديو بوجهك، اتكلم، وشارك المحتوى ده بقوة من غير ما تستأذن حد.